صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. عليكم يا عطية. عليكم السلام يا محمود، اتأخرت كده ليه؟ اصل الجمح بتاع ام نبيها جهز النهارده، قعدت لما كيلته ودخلته القاعة. وده ايه اللي معاك ده؟ ده كام رغيف وحتة جبنة وشوية لبن رايب. والله ام نبيها دي وليها طيبة، بتغديك كل يوم فوق اجرتك، وكمان ساعات تبعت لنا العشاء. لا، ام نبيها على فجره احسن من الراجل اللي انت بتشتغل عنده. الحاج بسيوني قطوع ده ما يدفع الاجرة اخر النهار الا بالضالين وقليل المقصول منها قرش ولا اتنين، ويقول ما فيش فكة. واخرت قعدتنا يا محمود، احنا جينا البلد دي وعملنا الخص بره منها، لا بحوش حر ولا برد عشان نشتغل اجريه. وهنعمل ايه بس يا عطية؟ الا انت ما لقيتش حد اتصاحبت معاه؟ اتصاحبت؟ ماني متصاحب مع اللي بيشتغلوا معايا في غيط الحاج بسيوني كلهم. طيب يا اخي ما تجس واحد منهم كده وتكلمه. نكلم مين يا محمود؟ دي بلد ما فيهاش فايدة، ما فيهاش ولا نفر من سن 7 الا وهو بيصلي، والعمدة والناس الكبار كلهم متفقين سوا لهم الزكي من كل زرعة ويوزعوها على الفقراء. اي والله، ده احنا لسه بنكيل جمح ام نبيها وطب شيخ الغفر قال الزكي، قالت مجهزاها يا اخوي وراحت ملفعاه الشوال فيه 3 كيلات. طب تقول لي ايه بقى؟ اجي الواحد من اللي ماسكين على دينهم دول واقول له تعالى اشترك معانا عشان نسرق جوز بهايم من زريبة الحاج بسيوني؟ الحقيقة هي خطر قوي يا عطية. يا اخي ادي احنا قاعدين وبناكل عيش. لا يا شيخ، مبسوط انت من اللقمة الناشفة دي والحتة الجبنة القريش وشوية اللبن الرايب؟ ده جوز بهايم من الجاموس اللي بيتمزمز عند الحاج بسيوني دي ما نبيعوش بأقل من 100 جنيه. شوف انت بقى لما يبقى في ايدينا 100 جنيه يبقى شكلنا ايه؟ نتفسح في مصر واسكندريه ونلبس الصوف المعتبر والجحو الجيافه والجزم القباها، بدل ما احنا قاعدين في حته الخص اللي لملمناها من حطب وقش، لو ولعت جواه السيجاره يطير. يا اخي يا ريته يدوم. ده شيخ الغفر النهارده بيقول لي الخص بتاعكم ضيق الطريق، زحزحوه لجوه شويه. اتفضل، وان زحزحناه لجوه هي صاحب الغيط يقول ارضي. لا 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 لا، لازم نشوف لنا طريقه في دليل من اهل البلد يدلنا على مخارج الدوار بتاع الحاج بسيوني ونعمل شغلتنا وتنينا ماشيين. ونكلم مين بس؟ هم ناس البلد دي حيلتهم الا السبح وصلاه الفجر حاضر. انت اللي تقدر يا محمود. اقدر ازاي بقى؟ ايه؟ جرب حدايا كده وانا ارسم لك خط السير. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج بسيوني. جمعا يا عمدي. حرما يا حاج. جمعا يا سلطان. انت يا سلطان ما رحتش تجيب زكا الجمح من الحاج بسيوني ليه؟ يا اخويا هو شيخ الغفر بتاعك بيون؟ ده خوتني كل يوم والتاني، زكا الجمح، زكا الفول، زكا البرسيم. هو البرسيم رخر له زكا؟ ده بتاكل البهاي. يا سيدي بلاش البرسيم، بس هات الجمح والفول. ده الحاج زرع حلبة كمان يا حضرة العمدة. اتفضل يا اخي معلش يا سلطان، روح انت الصبح واللي يديهلك هاته. نديله ايه بس يا عمدي؟ الزكا يا حاج بسيوني، ده فرض ربنا. قال يا مزكي حالك يبكي. يا راجل ما تقولش كده، اذكر نعمة ربك. واحنا قلنا حاجة بس المحصول ما فيش يا عمدي، وحياتك الجمح ما جاب عندنا 4 رديب. اهو على جد، ادفع العشر وخلاص. العشر ليه؟ مش الاستاذ الواعظ قال مدام بيروى بالعمالة يبقى نص العشر؟ عمالة ايه يا راجل؟ دي ما كانت الجمعية التعاونية بتروينا كلنا وتاخد على الفدان كيل، وهي كده شوية، ده كيلة وده كيلة، خلص المحصول زي بعضه، بس ادفع اللي تدفعه. انا مش عارف اشمعنا بلدنا يعني دونا عن كل البلاد اللي حواليه طلعت في المطلوع دي. هو ما فيش مسلمين الا احنا؟ بكرة كل البلاد تعمل زيني، والحكومة نفسها تلم الزكي زي ما بتلم الضرايب. فلا الله ولا فلك يا شيخ. يا راجل دي بلدنا من نهار ما مشيت على المعدل دي
ما بقاش فيها حد فقير، والبركة حاصلة من كل ناحية. يعني الفدان جاب 20 قنطار قوط. محصول بلدنا احسن من كل البلاد اللي حوالينا. دي بركة من ربنا يا شيخ. لا وفوق ده وده ما حصلتش في بلدنا ولا حادثة من 5 سنين دلوقتي. ما هو يا سلطان المال المزكي لا ينسرق ولا ينحرق. يا اخي ما تقولش الكلام ده يا عمدي، هو الحرامي يعرف المزكي من اللي مش مزكي؟ والحرامي يجي منين ما دام البلد شبعانه؟ والحرامي ما يجيش من بره البلد ليه يا شيخ الغفر؟ اللي من بره البلد ان ما كلوش في البلد ما يعرفش يسرق. نهايته روح مع الحاج بسيوني يا سلطان وهات اللي يديهولك. يا اخي طول بالك عليا، ده احنا لسه ما خلصناش. سلام عليكم. وعليكم السلام. طب انا جاي لك بعد الظهر يا حاج بسيوني تكونوا خزنتم. اما الراجل ده هيجنني، بقى كل البلد تطلع الزيكة الا هو. اهو كل سنة يعمل لنا هلولة زي دي ولا يدفعش. ده يستحيل، السنة دي لازم يدفع. انت تروح له من الظهر ان شاء الله تكبس على نفسه، خد وياك ناس يمكن ينكسف منهم. انا هاخد الاستاذ الواعظ معايا بنفسه. يمكن ما يرضاش، ده عمره ما دخله بيت. انا هتحايل عليه واخليه يجي معايا. ربنا يهديه، ده انا شايف جمحه في الغيط كويس قوي. المدراوي اللي كيالوه له قال ان هيخزن 50 أردب. يا سلام، ومش هين عليه يطلع منهم 2.5 للأرامل والأيتام. والله يا عمدة دمنا بيها مرات عبد العاطي اللي مات عم نول اهي أرملة ولا لهاش حد أبدا، وعندها 1.5 فدان. رحت لها امبارح كيالت لي 3 كيلات كاملين وهي زكاتها 3 إلا ربع. اهي رخرة ربنا مبارك لها ومقدرها على زرعتها ومسطوري. قوم بينا نلحق الشيخ الوعظ اللي خارج من الجامعة اهو. خد يا محمود العفارة اهي والبودرة عندك في الشوال. طيب اما نقوم بقى على الغيط. اقعد اما تفطر يا اخي، هتروح تشتغل على لحم بطنه. كتر خيرك يا ام نبيهة، انتوا كل يوم تفطريني وتغديني كمان، ماني باخد اجرة. يا اخويا خير ربنا موجود ورزقه مضمون. اقعد انا هفطر معاك عشان يبقى عيش وملح. ربنا يعمر بيتك يا شيخة ويكتر رزقك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. يهنيكي. لا العفارة دي جبتها من الحاج بسيوني جاركم؟ هو الحاج بسيوني بيدي حدشه لحد ولا ما اديها لي الا سلطان شيخ الغفر الهي يبارك له؟ ايه يعني الحاج بسيوني جلده قوي كده على الغنى اللي هو فيه دي؟ يا اخويا مالنا وماله، ربنا بيرزق كل حي على جده. قصدي يعني اشيته رضا، كان حقه يبقى مبحبح. هجام العباد فيما اراد. اللي من نهار ما جيت بلدكم اديلي 3 اشهر ما شفت بابه مفتوح ولا حد يعرف بهايمه بتخش فين ولا بتبات فين. اهي جوه الدار. ايوه بس يعني العاده الناس تعمل زريبه البهايم جيب لي الدار، وده جيب ليته سطر ايوض جنب بعض، وبحريته كمان على الحاره سطر ايوض زيه، يعني حاطط البهايم في وسط الدار باجي. ايوه اصله واعي. عشان ان كان حرامي ينجب الحيطه من ورا الدار يطلع في اوضه ما يعرفش يروح ولا يجي. يخرب بيته، ده واعي قوي. انما البهايم في وسط الدار يخلوا ريحه الاوض محدش يطيقها. هو ما يهموش لا ريحه ولا غيره. اشمعنى انت يا ام نبيهة مش خايفه على جاموستك ربطها في الحوش الوراني اللي منه للخالي؟ الحافظ هو الله يا محمود. ونعم بالله. اما نقوم بقى على الغد قبل النهار ما يطلع. ما كلتش. الحمد لله خليتك بعافيه. الله يعافيك. كمان شويه ما حصلك اساعدك، خلينا نخلص بدري. طيب هيش راح على فين؟ قطعتي حبلك ليه يا اخواتي على شجاوة الجاموسة دي؟ تعال اما اربطك واحطلك عليكك. مين اللي بيخبط؟ ده سلطان يا ام نبيهة، افتحي.
طيب. صباح الخير. صباح الخير يا سلطان، اتفضل. الفضل لله. هو محمود خد العفارة وسرح؟ ايوه. نسيت اقول لك صاحبها عايزها النهارده عشان ناوي يعفر بالليل. ده ان شاء الله ما يطلع النهار الا واحنا مشطبين. انما اسمعي يا ام نبيه. ايوه. ادي متوغوش من محمود ده وزميله عطيه. ليه؟ اغرب عن بلدنا وسبحان العالم بيهم. دول غلابه يا سلطان، بيدوروا على لقمه العيش. يعني ما فيش عيش الا في بلدنا؟ اهو مطرح ما لقوا شغل. انت مالك منهم حاجه؟ ما بليش، انما خايف. اصل شايفك لازمه معاه قوي. لازمه ايه يا سلطان؟ ده ربنا سخرهولي بيشتغل باللقمه ويوميه 5 ساعات. انا كنت عارفه لا نروح ولا نيجي قبل منه. انت عارف ما حلتش غير العيلين الصغيرين والحته البت اللي اتجوزت في تاني مديريه لاجل بختي. لو كانت اتجوزت في البلد كان جوزها نفعني. اللي قعدت مقطوع ماليش راجل. وش قعدك من غير راجل؟ انا ماليش رجاله يا سلطان غير حسن وسعيد. رجالة الشوم، واحد لسه بيرضع والتاني يمشي خطوه ويعطر في التانية. هم دول رجالتي اللي عايشه اربيهم. واني ما ربيهمش معاكي ليه يا ام نبيه؟ ده انت جوزك مات منول هو ومراتي في شهر واحد. ليه ما نتلمش على بعض وربنا يغنيك على الاغراب وارضك تنزرع وانت قاعده ست بيتك؟ كل اللفه دي عشان غرضك تطرد الاثنين الغلابه دول من البلد. الاثنين دول نقدر نطردهم الليله قبل بكره. اني غرضي فيك انتي، مش عيب صبيه زيك تقعد عزبه. صبيه مين يا سلطان؟ ده لو كانت نبيها ما اتجوزتش كنت اديتها لي. إيه ليه حنهنن؟ انا مش عايز نبيه، انا عايز ام نبيه. سيبك انت بالكلام ده وحياتك ما اللي جايب العمده يخطبك بنفسه. يا حستي بلاش كسوف بقى يا سلطان. حد ينكسف من شرع الله؟ لا يا اخوي، شرع الله عند غير. ما هو عند مأذون البلد والعمده جاي لك النهارده. انا رايحه الغد باقي، خلينا نخلص باقي. يا وليه النور يبان، ده احنا لسه مصلين الفجر. مين اللي قاعد ده؟ داني يا عطيه يا عم الحاج. عايز ايه يا عطيه؟ الشغل فين غيت النهارده؟ في غيط القطن تكمله عزيق. هو ربيع ما بانش؟ خبطت على الباب محدش رد. طب تعال نشوفه، يمكن بيحط عليك للبهايم. ربيع يا ربيع، ربيع لازم لسه ما جاش. تعال معايا خد العليق انت، ولع كبريتها وشوف اللمبة عندك في الصفة نورها. اهي اللمبة اهي. الله، فين الجاموستين؟ مفيش غير البقرتين والعجل. يا بي يا باب اوضه العليق مفتوح. بص جوه لا يكونوا سابوا ودخلوا ياكلوا. الله، الحقني يا ابو الحاج. جرى ايه يا عطيه؟ الحيطه اللي جيب لي منجوبه نجم كبير قوي انسرقني. الحقوني يا خلقه، الحقوني يا خلقه. انسرقت يا عالم، راح يجوز الجاموس خلاص. الحقوني يا عالم، انسرقت. رحنا بلاش ياهو. خبر ايه؟ مالك يا حاج مسيون؟ مالي يا شيخ الغفر، مالي ضاع. جوز جاموس انسرق. الحيطه منقوبه قدامك اهي. يا حستي دول حرامية عاتيين قوي اللي نجبوا النجب ده كله. ما هو عشان يطلعوا جاموساتي بالراحة يا ام نبيه. وقال شيخ الغفر يقول بلدنا ما تنسرقش. اهي انسرقت يا فالح اهي. هات لي جاموسي بقى، هاتوا لي جاموسي اهو. انا هنموت
هنموت خلاص، قلبي طب في رجلي. جاموسي جاموسي يا عم. ما طبش كده يا حاج بسيوني، طول بالك اما نشوف الحكايه ايه. ده مين اللي واقف هناك ده؟ عطيه؟ ايوه يا شيخ سلطان. وبتعمل ايه هنا دلوقتي؟ جاي اسال على شو الغير. وده ماله بتسالوا ليه؟ دور على الحراميه اللي خدوا جاموسي. اجوا يا منى بلغ العمده وابعت لي 2 غفر، عبد الجواد وحسنين. ما نروح انا نبعت. لا خليك انت، وقول له العمده يبلغ المركز قبل ما يجي. يا دي الليله اللي زي بعضها يا اخواتي. يا راجل صدق وآمن، والله العظيم مالي رجل فيهم. يا محمود قول كلام غير ده انت لك 3 ليالي ما تجيش الخص الا وش الفجر، والبلد كلها شاعت انك هتتجوز ام نبيه. وماله يا عطيه، ما هي فايده لنا احنا الجوز. تقوم تلطش الجاموسين لوحدك عشان تدفع لها المهر. طب قول لي يا اخي كنا نعملوا عملتنا سوا ونبيعهم سوا، خد اللي انت عايزه. يا عطيه صدقني، والعيش والملح مالي دعوه بالجوز الجاموس دي. انا بقعد بره الجرب الفجر عشان ايه؟ مش عشان اطجص واتدحلب لحد ما اعرف مخارج الحج بسيوني ودار الحج بسيوني اللي عامله زي مغاره علي بابا. مش انت اللي مرسيني وجايين لي الزق لام نبيها جاره الحج بسيوني وهي اللي تدلك؟ ما هو قال علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب. والله يا اخي لا سبقنا ولا لحقني، بس هناخدهم نودهم فين يا عطيه؟ ما هو لو كنت عارف ما كنت اشتغلتك يا اخوات. انا هتجنن يعني. انا رحت في رجلين وراك كده يا محمود؟ ماني زيك يا عطيه رحت في الرجلين، وده احنا محبوسين في دوار العمده ودلوقتي تيجي النيابه وانظر باقي. يعني شيخ الغفر ملفق لنا التهمه؟ امال يا عطيه متغاظ مني علشان حاطط عينه على ام نبيها، متهيأله انها هتتجوزني. يعني انت بريء يا راجل ما تحصرنيش، دول جاموستين طالعين من حبة عيني. لو كنا خدناهم كانوا نغنغونا. بس مين اللي خدهم يا عالم؟ هي دي بلد فيها حد يسرق؟ النيابة جت. عوافي يا رجالي. انتوا خليتوا فينا عوافي يا شيخ الغفر. ليه يا عطية؟ حد زعلك؟ ما تجروا بقى واحنا نسوي الحكاية بينا قبل النيابة مطلوب. بس نجروا بايه يا شيخ سلطان؟ انا من قبل الفجر في دار ام نبيها مستناها لما جابت العفارة من عندك، وقعدت كلت لقمة ورحت على الغيط، فضلت نعفر لحد ما جم الغفرة خدوني. وانا قاعد على باب دوار الحج بسيوني من قبل الفجر لحد ما رجع ولقاني بعد الصلاة ودخلني اوضه العريق، شفت النجم بعيني. ما هو ده مش كلام. وبقيت الليل كنتوا فين؟ نايم في الخص. ايه يعني البهايم دي طارت بين السماء والارض؟ ما انا راح نتجنن. اطلقني يا راجل وانا ما نمشي الا جبت لك خبرهم. انتوا مش عارفين تبصوا القطر؟ قصينا القطر يا ناصح انقطع عند عزبة السوالمي. طيب ما تشوف شغلك بقى في عزبة السوالمي. وانا مستني ما تقول لي فتشتها دردار. فتشت ايه يا شيخ سلطان؟ دي عزبة على السكة الزراعية، دخلتها البهايم من هنا وخرجت من الناحية التانية. وحنقص القطر على الزراعية ازاي بقى؟ ده عليها 1000 بهيمة بتعدي و1000 اطرمبيل بيفر. ده انا نعرف حافرهم من وسط 1000 حافر. اطلقني يا راجل، وحتى تعالى معايا قبل ما يضحى النهار وتتوى البهايم. هات المتهمين يا غفير، النيابة جت. زي بعضه، انا هنقول لوكيل النيابة ونمشي معاه ورا القطر بس اما يعالي. الله، باب الدار مفتوح ولا حدش هنا. يا ام نبيه، ام نبيه. اتفضل استريح على العمدة دلوقتي تيجي. طيب انت مش قلت للشيخ عفيف يحصلنا على هنا؟ ايوه، والاستاذ الواعظ ومشايخ البلد والكل جايين. والله عملت طيب يا سلطان، وليا كويسه وينوبك ثواب فيه،
وحدانية. دي مسكينة بتشتغل في الغيط بايديها. ايوه انت ما صدقت انك اتمسك محمود وزميله وخليلك اتجوز. وحتى ما كانش اتمسك انت تصدق برضه يا حضرة العمدة انها كانت تتجوز راجل سككي زي دي وتسيب ابن بلدها؟ انما كان واد شاطر. انا متهيألي والله انه بريء من بهايم الحاج بسيون. وبكره التحقيق يبين الحاج. الله ده راحت فين بس؟ امال بيها يا الله يا الله. حضرة العمدة دستورك ما تاخدنيش. اتفضلوا اطلعوا هنا عندي على السطح. اتفضلوا بس بالعدل شوية والنبي. الله تعال يا سلطان. ايه في ايه؟ وطي حسك يا حضرة، وطي حسك شوية. تعالى يا سلطان، تعالوا طلوا من الطاقة دي على الجماعة اللي تحت بس بشويش، ما تطلعوش حس. ايوه كده يا حضرة العمدة. عندك تحت الحاج بسيوني وربيع التملي بتاعه. مش تديني جنيه بقى يا حاج؟ يا اخي جني لخبطك، تعمل بو ايه الجنيه؟ نجيبوا جلابية جديدة. ما جلابيتك لسه كويسة اهي. يبقوا 2. هو انا ما نستحيش؟ يعني يا اخي فتحت تل ابيب؟ ايه ده انا سحبت البهايم ورايا 35 كيلو وانا نافع مخلة العميد على كتفي وخايف اخش بيهم سوق قريب لا تزعل. المهم كانوا ينباعوا خلاص. انت مش جاي لي ما تبيعهمش في المديرية دي خالص. ويعني حضرتك مترهف قوي تعبت من المشي. دول 35 كيلو يا حاج وبعت لك بيعة متشرفة 120 جنيه في الجوز. دول يساووا اكتر. ايه طب وذمتي ما يساوي اكتر من 100؟ اديني جنيه يا شيخ اجيب جلابيه. على العيد بقى على العيد. طب دي شغلانه عملتها لك محدش كان يقدر عليها. نغبت الحيطه زي الحراميه تمام وضبط لك الحكايه مظبوطه. ده انت تقعد على حسها ما تدفعش الزكاه 3 سنين. ايوه انا حد غصبني يعني على الزكاه اما عجيبه. امال كنت مستعجل على الحكايه دي ليه؟ مش عشان الناس تقول بهايم سرقت؟ غيرش بس الواحد مش راضي يكسف الناس، والعمدة بتاعنا اصله لمط شوية ويقعد يقول لي قال الله وقال الرسول. اهو دلوقتي ما يقدرش يقول لك بن. قوم انت بقى على الغيط علشان تلم شوية ريم وبعد الظهر تحملهم على الحمير وتجيبهم هنا تحت البهايم. يلا روح شوف شغلك بقى. يلا يا ابني حالك. انا فيك يا رسول الله يا اخواتي. على مهلك يا حضرة العمدة. انزل يا سلطان. حد يصدق يا عالم رواية يعملها الراجل عشان يهرب من زكي؟ على المركز يا سلطان. قوم بينا ندي خبر يطلقوا المظالم المحبوسين. الشيخ عفيف والناس جايه اهي. 10 دقايق بس نكتب الكتاب ونقوم سوا على المركز على طول. انت يا ام نبيها. يوه صباح الخير يا حاج بسيون. هو انت ما وراكيش حاجة غير الوقفة على السطح صبح ومسي؟ ودي مزعلك ليه يا حاج؟ هو من السطح دارنا؟ هو عشان سطح داركوا تقفي تطلي على دارنا طول النهار وتعدي علينا اللوم؟ أنا مالي ومال داركوا يا حاج بسيون، والله عيني ما بتجي ناحيتها أبدا. ولا عينك ولا ودنك أظن، بس فالحة تنقلي للعمدة كلام ما حصل. أنا ما نقلتش حاجة، العمدة وسلطان هم اللي سمعوا بودانهم. هو ايه اللي سمعوا بودانهم؟ أنا حد له حاجة عندي؟ بس دي قلة حياة لما الناس اللي عاملين كبار يشعبطوا على الحيطان ويتصنطوا على الخلق. بس فالحين يقولوا الزكاة ما قال لهمش الشيخ الوعظ بتاعهم ان التجسس حرام؟ محدش اتجسس يا خي، دي جت صدفة عشان ربنا يظهر الحق ويبر المظلومين. انما ده عيب عليك انك دونا عن البلد كلها ما تدفعش الزكاة. وانتش حشرك يا ولية انت؟ انا ما اتحشرتش، انت اللي عايز تحرج عليا. سطح داري ما طلعوش. ما متدردك على دماغك، انا مالي ومال سطح داري. خليكوا شاهدين يا رجاله يا اللي واقفين. ما تتكلم يا ربيع، وانت يا عطيه، وانت يا محمود يا اللي كان هيوديكوا اللمان بلعبته اللي لعبها. لا يا ابو نبيها الحج ما كانش قصده ده، بس شيخ الغفر اللي شك فيني عشان اغرب عن البلد. وهي الحمد لله جت سليمه وانتوا برضه جيران كده يعني بقيتوا حبايب دلوقتي. طب بس لما يجي سلطان.
روحي ده هي لا ترجعك انت ولا سلطان. ما تزعلش روحك يا حاج. دي مهما كانت حرمة ما تفهمش. اصلهم حاسدينك والعين تكره اللعلة منه. امال راح منك جوز بهايم ما فاتش اسبوع واشتريت احسن منه. اوعوا تقولوا كلام زي دي. بهايم ايه؟ احنا جبنا بهايم؟ ابدا، ولا بهايم ولا غيره. هو حد شافنا واحنا جايبينهم امبارح بعد نص الليل؟ ولا حد دري بينا. ما هو عم الحج موضبها توضيبه ما تخرش لمية. امال النجب اللي طلعت منه البهايم دي كده فضل زي ما هو مرضيش يسده عشان تيجي البهايم الجديدة تخش منه، ولا من شاف ولا من دري. بس يعني هي البهايم دي مش هتروح الغيط؟ لا مش رايحة الغيط يا خي. هو الغيط فيه شغل دلوقتي؟ الدراسة وخلص، مفيش غير خدمة الشتوي لمين يعيش. تكون الحكاية قدومي. عبارم عليك يا بالحج. بس اسمعوا، انا طلعتكم الحبس وقلت دول رجالتي وهتفضلوا معاي. اوعوا بقى السر ده يطلع بره. كبير يا بالحج. رجعتني ولا كأني بهايم دخلت الدار. انت تفرض ان البهايم دول مش موجودين خالص. ولا الدبان الازرق يعرف لهم جرة. مين اللي بيخبط؟ اني بسيوني يا ام نبيها. سلطان هنا؟ ايوه بيتوضى صلاة الفجر. طب افتحي عايزه. اتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من المطهرين. مين يا أم نبيها؟ ده الحاج بسيوني عايزك. صباح الخير يا حاج بسيوني. صباح الخير يا سلطان. من زمزم. جمعا، أنت مش رايح الجامع؟ ايوه بس اقعد شوية عايزة. خير. سلطان انا انسرقت الليل. ايه انسرقت النوبة بحقه حقيق بقى يا سلطان. جوز بهايم. البقر؟ لا جوز بهايم جاموس شاريهم لسه امبارح. فين دول؟ ما حدش شاف. ما هي دي المصيبة. بس ازاي جبتهم منين ودخلوا الدار امتى؟ دي حكاية طويلة قوي. تتهم مين؟ هم معروفين، محمود وعطية وربيع خدوهم وطفشوا وانا نايم. انتوا كنتوا حبايب وبيدافعوا عنك امبارح الصبح. غشوني. قوم نبلغ العمدة والمركز. ما فيش فايدة. ليه؟ انت مش شاريها بورقة مبايعة؟ اسمع يا سلطان، من قرب ذنبه غفر الله له. انا شاريهم من جماعة حرامية سرقينهم من مديرية الشرقية وخدتهم بربع الثمن يا شيخ. الله اكبر. يعني عوضك على الله بقى. يا حاج بسيوني لو كنت زكيت على مالك ما كانش انسرق. ايوه هو كده يا ام نبيه، هو كده. عايز ربنا يغفر لك ويبارك لك يا شيخ. ايوه قوم بينا على الجامع واعترف قدام الناس، والشيخ الواعظ يتوبك وادفع الزكاة اللي عليك. ودي فضيحته دي قدام الناس يا سلطان. فضيحة قدام الناس أهون من فضيحة قدام الله. صوت الحكاية. حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.